عمرك حسيت بصداع غريب مستمر ومش بيروح، أو فجأة حسيت بتشويش في الرؤية وصعوبة في الكلام؟ ممكن يكون وراك حاجة أخطر من الصداع. أورام المخ من أخطر الحاجات اللي بتأثر على الجهاز العصبي، بس مش كل ورم لازم يكون خبيث. في أورام حميدة وفي أورام خبيثة. أورام المخ نوعين: أورام أولية ودي بتبدأ في المخ نفسه. النوع التاني بتكون أورام ثانوية وتبقى الورم في مكان تاني وانتشر في الجسم كله، أو أورام ثانوية بتيجي من سرطان في حتة تانية. طيب الأورام دي بتحصل ليه؟ ده غالبا ممكن يكون وراثة، ممكن التعرض للإشعاع، أو نادرا ما بتكون مشاكل في المناعة. الأعراض بتكون صداع شديد، دوخة وزغللة، صعوبة في الكلام، مشاكل في السمع، ساعات بيحصل تشنجات أو فقدان في الوعي. التشخيص بيعتمد على الرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية علشان نحدد مكان الورم ونوعه. العلاج الجراحي بيكون حل عملي وجذري في كتير من الحالات. في بعض الحالات ممكن نضطر إن احنا ناخد علاج إشعاعي أو كيماوي. في أبحاث جديدة للعلاج الجيني شغالة حاليا. خلي بالك، كل ما نكتشف الموضوع بدري فرصتك في العلاج بتكون أكبر. لو حاسس بأي عرض غريب اوعى تتردد إنك تزور الطبيب فورا. أنا الدكتور عبده حمدي، والتشخيص الصح يضمن حياتك.